السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهوات يمنى، فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم أخواتي وصفة ديال الدنجال في كوكوط. وصفة سهلة وسريعة تتوجد في 10 دقائق بمكونات بسيطة جدا وتتجي لذيذة بزاف وبدون ولا قطرة ماء. ممكن ترافقوها مع أطباق ديالكم أو مع المشاوي. كنتمنى تتبعوا معايا حتى الأخير باش تعرفوا على جميع المراحل بإذن الله. وكما العادة ما تنسونيش باللايكات والبارتاج مع الأحباب والأصدقاء باش يطلع الفيديو لعدد الأكبر الأخوات. جزاكم الله كل خير. أول حاجة تناخدو كمية من الدنجال. من الأحسن اختاروا بالدنجال يكون صغير شوية، كلما كان صغير تيجي أحسن. بطبيعة الحال نغسلوه مزيان ونبداو نقيه. تنحاول نحيد الزوائد، ما نحيدوش الطربوش كامل، انما غير دوك الشنيوحات ونقسموه على 4 كما هو واضح في الفيديو امامكم. نحيد شويه من القاعده الدنجال نقسموه على 4، ما نوصلش حتى لتحت، نوصل للطريبيش ونوقف باش حبه الدنجال تبقى مجموعه من بعد ما تطيب ما تحلش. والكميه بطبيعه الحال تتبقى على حسب عدد افراد العائله. والحبه الدنجال كل ما كانت صغيره تجي احسن ولذيذه بزاف وتيجي مشرمل مزيان. هنا عندي 3 الحبات المطيشه اللي حيدت لهم الزريعه، وإلا فيهم الماء بزاف عصروهم من الماء ديالها حتى يكون حامض بزاف، ونحكهم في الحكاكه الغليظه. من بعد ما حكيت المطيشه ندوز نوجد الشرموله. عندي قياس ضربيع معدنوس كتر من القزبر، و3 فصوص ديال الثومه يكونوا محكوكين، والعطريه عندي راس معلقه ديال الابزار، والملحه على حسب الذوق، معلقه عامره كيمون، معلقه صغيره عامره تحميره، وراس معلقه د الهريسه. طبعا تيبقى على حسب الذوق وعلى حسب واش تعجبكم الحار ولا لا. وعندي نص كاس د زيت الزيتون، من الافضل زيت الزيتون، وإلا ما كانش نديرو زيت نباتيه. والتوابل طبعا تتبقى على حسب كميه الدنجال اللي عندكم. نخلطوا المكونات مزيان مع بعضها باش تنسجم، وها هي الشرموله واجده. ناخذ كوكوط نخوي فيها شويه د الزيت ونزيد عليها المطيشه اللي حكيتها. ممكن نستغناو على المطيشه ونديرو الدنجال بوحدو، يعني نوضعوا الدنجال مباشره على الزيت. وهنا ناخذ دنجان ونحط في وسط منه الشرموله، يعني نحل جهه بجهه وندخل فيه الشرموله. ديروا كميه كثيره منه باش يجي لذيذ ويتشرب كامل دوك التوابل. تقريبا كل وحده تندير فيها معلقه ديال الشرموله، وتنحاول نوزعها مزيان حتى نتاكد باللي دوك الفتحات كاملين دخلت معاهم الشرموله. هنا صافي حيدت المعلقه وكملت الخدمه بيدي. الصراحه تعجبني نخدم بيدي احسن. ديك الشرموله اللي بقات لي صافي بقيت كندهن بها الدنجال من الفوق باش تدخل معاهم الشرموله مزيان وتنستفهم في كوكوط. بالنسبه للمطيشه انا ما تبلتهاش، خليتها هكاك لان ديك الشرموله غادي تنزل وغادي تبلها. نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله وانا تنستفهم في كوكوط. الماء ما تنضيف حتى قطره، ديك صلصه د المطيشه هي اللي غتطلق الماء فيها باش غادي يطيب. هنا عندي شويه من طوماط سوغيس ندوزها في ديك الشرموله اللي بقات لي في البول ونديرها فوق الدنجال. هذه تتبقى اختياريه، ممكن تضيفوها ولا لا. وهنا نسد كوكوط مزيان ونديرها مباشره على البوطه، نخليها تصفر، تنأكد حتى تصفر ونحسب 10 دقائق لا اكثر ولا اقل، ونطفي عليها العافيه. وبطبيعه الحال كوكوط خصها تكون تتسد مزيان. كما تتشوفوا هنا الدنجان من بعد ما دازت 10 دقائق وها هو واجد.
تيجي فيه شويه د المريقه، نردها على العافيه تتكون مجهده شويه واحد 5 دقائق باش ديك الصلصه المطيشه تنشف من الماء. انا خليت فيها شويه د المرقه وانتم على حسب الرغبه ديالكم. هنا وصلت مرحله التقديم اللي ممكن تقدموه كمرافق لاطباق ديالكم، راه تيجي لذيذ ودغيا تيوجد، ما تياخذش الوقت نهائيا، وممكن ديروا كميه كثيره وتحتفظوا به شي بواطه وديروه في الثلاجه. ديك الطوماط طابت وتعسلات مزيان. تيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي. تنتمنى يعجبكم وتجربوه. هاد الدجاج تيجي لذيذ بزاف وممكن يبقى عندكم مده اسبوع في الثلاجه، ما تيوقع عليه والو. الا تعجبك الدجاج تنصحك تجربي هاد الطريقه، وانا متاكده ما غاديش تندمي عليها. الا عجبتكم وصفه اليوم ما تنساونيش باللايكات والتعليق وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. لكم مني اجمل تحيه، والى وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.